السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل في قناة أكتي سبور. اليوم في لقاء النادي الإفريقي والاتحاد المونستيري، أسوأ لقطة صارت هي إصابة الحارس معز حسن، اللي حسب تصريح المدرب بتوني فإنها فراكتور باش تمنعه من مواصلة التدرب ومواصلة الحضور في المباريات، وربما انتهاء الموسم بالنسبة لمعز حسن. إن شاء الله عودة سريعة للميادين في انتظار خروج أو صدور التقرير الطبي وتأكيد الإصابة والمدة متاعها. اليوم في اللقاء لاحظنا إنه زوز مدربين، دافيد بوتوني ومحمد الساحلي مدرب الاتحاد المونستيري، انتهجوا خطة 4-3-3، والخطة هذه معناها حكمت إنه اللقاء يكون أكثر منحصرة في وسط الميدان، وكانت اللعبة كل منحصرة في وسط الميدان. كانت أسبقية طفيفة في بداية اللقاء بالنسبة للاتحاد المونستيري، اللي عملت الضغط وعملت البريسينج هو وطلعت البلوك متاعها، واللي الخطة هذه فاجأت المدرب بتوني والريبير متاع الجوارات متاعنا ما كانتش حاضرة في تقريبا 30 دقيقة الأولى، اللي كانت سيطرة تقريبا شبه معناها واضحة بالنسبة للاتحاد المونستيري. فقط شوي النادي الإفريقي فقنا في الربع ساعة الأخيرة اللي جات، معناها الكرة متاع اللي على البار متاع على القايم على البار سامحني، على البار متاع حمزة بن عبدة، واللي كيف ثم كرة متاع المواطن غيث الصغير اللي تصدرها الحارس الحلاوي سامحني عفوا. دونك كيما حكيت، الكاتر وتروا اليوم، وفي ظل عدم القيام بسي بسام اسرار في وسي الخضراوي اللي خارج الضغط عندهم تقريبا خمسة أو من بداية الموسم. بالنسبة لبسام اسرار في تقريبا 4-5 ماتشات ضيع فيها جملة، لا يفك كورة، لا يدعم أصحابه، لا يعمل معناها بنتراسيون، لا يبركيتي، لا يريب، ما يعمل شيء. السيد كان عطيته كورة هانو سيبون، هانو يحاول زعما يدريبل ويعمل حاجة، ما عطيتوش كورة، هانو مبنك مرتاح عامل جونة القدام في المناطق الدفاعية تاع المستير، وكان جاتو كورة هانو تحرك ما جاتوش، هانو مبنك السيد، لا يدخل للوسط، لا يخلي معناها ليزاريير الزعلوني يتحرك معناها بحرية، مبنك السيد. وكهو كيف بالنسبة لسي الخضراوي اللي بعد الرجوع نتاعه من طرابلس المنتخب، السيد ضيع فيها جملة ومرخوف وما على باله، ومنفوتيست ما على باله، لا يتحرك لا يفك، لا حتى كتجي فرصة يضيعها تاع إنسان متملح جملة من الطرح. ما نعرفش شنو صاير في النادي الإفريقي من الناحية الهجومية. الملاعبية معناها تخسر في كرة سهلة، والملاعبية تضيع في كرة سهلة رغم الخدمة الممتازة اللي يخدم فيها علي يوسف ويخدم فيها حمزة بن عبدة من تاني، ولكن لي دو زاريير تين زويلي والزعلوني اللي صارت له إصابة إن شاء الله لاباس بالنسبة لغيث الزعلوني. دونك بهذا في حكم إنه زوز الأروقة متاعنا مبنكين مرتاحين القدام كيما سي الخضراوي وسي بسام السرارفي. بسام السرارفي كأنه شد علينا دوسيات السيد، ولا شد على بتولي دوسيات، يلعب في أي ماتش، في أي ماتش تلقاه موجود يكور السيد وما يعمل حتى إضافة. دونك بحكم هذاك الزوز ما يخدموش الخدمة متاعهم، دونك يكونوا معناها تينزويلي والزعلوني اوبليجي باش معناها ما يطلعوش، بحكم كيما حكيت الزوز مواطنين الموجودين قدام كيما الخضراوي والسرارفي ما يعملوش في الدورة نتاعهم. دونك خارج الخدمة بالنسبة للثنائي هذا. كيف حمدي العبيدي باللي باش يتحرك وكذا، واذا ما ثماش لاعب كيما آية مالك اللي اليوم في الغياب نتاعو بالورقة الحمراء، ما ثماش كرة تخرج مزيانة للمهاجم نتاعك. دونك حمدي العبيدي اللي باش يحاول يعطيه الصحة ويحاول ويجري، وهو البنية الجسدية نتاعو باش يكون معناها محطوط اونتر معناها لي دو ديفونسير نتاع المستير، ماهوش باش يكون قوي برشا، وماهوش باش يكون افيكاس برشا. دونك ما عندكش انت معناها اريا سامحني لاعب ريجيسير اللي باش يخرج لك الكرة مزيانة ويخرج لك راس. دونك حمدي العبيدي باللي يحاول يعطيه الصحة وباقي يخدم وكل شيء، ولكن في غياب الريجيسور او اللاعب رقم 10 كيما بلال ايت مالك، اللي التاثير تاع الغياب تاعه ظاهر برشا بالنسبه للنادي الافريقي. دونك الكاتر تروا اليوم ما خدمتش الجمله بالنسبه للمدرب التوني. في الشوط الثاني حاول يعمل تغييرات كيف تقريبا مركز بمركز اللي عملها، خرج السهيلي، خرج سامحني خرج الكاميروني ودخل السهيلي، خرج الزعلول الإصابة ودخل الغريسي، كيف خرج كيزون صرار في دخل كيزومبي، دخل قلالش تقريبا
الديفو الوحيد اللي او برمي الاخطاء اللي صارت للمدرب بتوني انه التغييرات نتاعو تكون متاخره، وكيف كيف الاظهره نتاعو او اللاعبين الرواق الخضراوي والصرارفي نأكد انهم ما يعملوش في الدورة من الموكول ليهم كسوة هجوميا او دفاعيا. كيف كيف المواطن غيث الصغير ياسر رزين وياسر الكرة يشد يرقدها يركحها ويبدأ يتلاعوك ويدور ويخرج باس رزينة، واشتر الباس نتاعو غالطين 90% من الباس نتاعو غالطين. دونك الثلاثي تاع وسط الميدان اوريفوار. بالنسبة للمدرب بتوني يلزم يعاود يرجع حساباته في برشا ملاعبية في النادي الإفريقي، يصلح الوسط الميدان. حسب رأيي الكات تروا تروا إذا ما نجحتش بالنسبة للمدرب التونسي ثم إمكانية نلعبوا الكات كات دو أو حتى كات تروا أن دو. إذا غياب آية مالك ينجم قلالش يكون معناها في بلاصة آية مالك يكون خلف المهاجمين كريجوسير، ونجم وقتها تنجم حتى مام كما حكيت تدخل ايدو وحمد العبيد الاثنين مع بعضهم يكونوا اثنين مهاجمين، مش لازم نلعبوا بالكات تروا تروا باش يبدا سي بسام الصرارفي والخضراوي سامحوني في الكلمة يتجبدوا علينا ويتلاعبوا علينا. لا تنجم تلعب 4-4-2 ولا 4-3-1-2 وتلعب بدو زاتاكون انسان كيما ايدو ينجم يفكسيلك لي ديفونسور، وحمد العبيدي بالخفه نتاعو يتحرك وكل شيء. وقتها تنجم تعمل ضغط وتنجم تعمل بريسينج على الدفاع تاع الفريق المنافس، ووقتها تنجم تجيك الاهداف. لانه حاليا ثلاثة ماتشات بتعادل، النادي الافريقي نخسروا في نقاط سهله، وان شاء الله ما ندموش على النقاط هذه. الخدمه مازالت متواصله، المدرب مازال يبني في مشروع الرياضي نتاعو، مازالت ملاعبيه مش مازالت مش تعطي 100%. التشكيلة أروفوار، الخطة وسط الميدان أو الثلاثي وسط الميدان أو الرباعي وسط الميدان كيف كيف أروفوار. إن شاء الله المدرب يفيق ويصلح الأغلاط في انتظار دخول كيزومبي لأجواء المباريات، لأنه السيد مازال ضايع. ما نعرفش اسكو من الناحية الدفاع معناها البدنية مازال ضايع ولا فنيا. إن شاء الله ما يكونش فنيا محدود الإمكانيات، لأنه حاليا ما عمل حد شيء كزومبي. ولو أنه الدخول نتاعو دائما المدرب التونسي يدخله في تقريبا في 20-30 دقيقة الأخرى. إن شاء الله ياخذ فرصة أكثر، وإن شاء الله بس مستمر يفيق على وضعه ولا يحطه على البنك كيف كيف الخضراوي إذا ماكش حاضر تنجم تشد البنك. والمدرب التونسي مطالب بمراجعة برشا حسابات في التشكيلة، طريقة اللعب كيف كيف للمراجعة، واستغلال الأظهرة الزعلوني وتينزويلي لازم يستغلوهم أكثر من الناحية الهجومية من ناحية التوزيعات. والقادم بإذن الله أفضل بالنسبة للنادي الإفريقي في انتظار يعني تصليح التشكيلة تصليح طريقة اللعب، والقادم أفضل. وشكرا جزيلا على المتابعة، وما تنساش تعمل اشتراك في قناة أكتي سبور.